everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده جايه فكره الفيديو بقى مهمه جدا جدا جدا، بمناسبه طبعا اللي احنا خلاص دخلنا على فصل الصيف والدنيا بقت حر وكده. فموضوع الفيديو زي ما مكتوب قدامكم في العنوان الفيديو، وهو الديودرنت وانواع الديودرنت، وازاي اللي احنا نقدر نحدد الديودرنت ده حلو ولا وحش. اولا في اول الفيديو مش هتكلم عن اي حاجه حلوه خالص، وهتكلم عن الممنوعات اللي احنا ما ينفعش نستخدمها اطلاقا اطلاقا بجد، عشان هي وحشه جدا. اول حاجه اللي احنا لازم نفرق ما بين الديودرنت الطبي والديودرنت التجاري. زي ايه؟ انا قلت الاول هقول الوحش، يعني اللي هو الاول هقول التجاري، زي نيفيا وزي ريكس. وفي برضو دول برضو من التجاري مش الطبي. دلوقتي بقى احنا لو هنيجي حد مثلا هيستخدم الحاجات دي، ايه الافكت اللي ممكن نلاقيه من الحاجات التجاري دي؟ اولا هيكتم كل المية والعرق نفسه جوه الجسم، مش هيطلع اي حاجة. وده طبعا مشكلة كبيرة جدا، اللي هو بيكتم كل حاجة جوه جدنا وجوه جسمنا. ده اولا. ثاني حاجة، وهو طبعا هيعمل اسمرار جامد جدا جدا. تالت حاجة هيعمل التهاب جامد جدا برضو. وكمان هيخلي الجلد نفسه ناشف خالص، مش هيخليه كده رطب وكويس. وشكل مثلا الاندر ارم نفسه مش هيكون كويس خالص. ده اللي بيعمله الديودرنت التجاري، اللي احنا فيه مننا كتير قوي بيقع في المشكلة دي. في كتير قوي ما بيكونش فاهم الفرق ما بين الحلو والوحش في الحاجات دي. في طبعا برضو من اللي يعني الديودرنت من ماي واي وايفون والكلام ده، اللي هو بيكونوا عاملين ديودرنت، يعني اصلا هي بتكون يعني قدامكم كده فيها كمية برفان كتير قوي، وفي طبعا كتير قوي بيحطوها. فطبعا ده بيسبب طبعا حاجات وحشة قوي قوي قوي. مش اذا مش هيبان دلوقتي مثلا كاسمرار او التهاب او كده، فهيبان بعدين. ده طبعا حاجة وحشة جدا. فده اللي بيعمله الديودرنت التجاري. يعني انا بنصحكم فعلا فعلا ان انتوا محدش يجيبه طبعا. كلنا وانا في الامور دي، قبل مثلا ما نفهم ايه الوحش وايه الحلو. انا ذات نفسي جربت توف، وجربت ريكسونا، وجربت زي ما كنت بقولكوا برضو جربت من نيفيا، وجربت عادي كل الانواع دي طبعا، بس قبل ما اعرف ايه الوحش وايه الحلو وكل الكلام ده. وطبعا لقيت منه افكت وحش، اكيد طبعا لقيت منه افكت وحش. هو على فكره مش يعني بيخلي الريحه تمام وكل حاجه تمام، بس ده المشكله الاكبر، اللي هو بيكتم كل حاجه جوه جسمنا. وده طبعا بيسبب حاجات وحشه قوي في الغدد وكل ده، فطبعا ده غلط جدا. نيجي بقى للقسم الحلو اللي انا حبيتهم جدا جدا جدا. اللي انا يعني الاول هقول لكم ان انا جربته، وبعد كده هقول لكم الحاجات الحلوه بس انا ما جربتهاش. اول حاجه جربتها حلوه الصراحه وتحفه من ستارفل فعلا. انا الشركه دي يعني بحبها جدا، وبحس ان هي بتعمل كل حاجه فوق الواو بجد. الحاجات بتاعتها الافكت بتاعها فعلا تفتيح وكل حاجه، وترتيب بيخلي شكل اندر ارم حلو جدا. فانا فعلا ارشح كل الحاجه بتاعت ستارفل كلها كلها، يعني مثلا ديودرنت، غسول، كريم تفتيح، صابونه تفتيح، اي حاجه فانا ارشحها لكم بجد، عشان حاجاتهم تحفه قوي صراحه بحبها. انا إيه اللي جربته من ستارفل؟ جربت اول حاجه بال جوز الهند. وجربت كل اللي انا جربته دلوقتي هيطلع قدامكم على السكرين. جربت بجوز الهند، جربت بالفانيليا، جربت باللافندر، وجربت ليه من غير ريحه خالص. ودول بس ان انا جربتهم من ستارفل. صراحه الافكت بتاع كل واحده كان احلى من التانية، بس هي احلى واحده يعني عجبتني وجربتها كذا من يعني مره، وتقريبا اكتر من مرتين، اللي هي باللافندر. صراحه دي كانت احلى واحده، انا حبيتها جدا، يعني انا بحب ريحه اللافندر وكده. دول اللي انا جربتهم. وفي برضو من ايفا لسه منزل من اللاين بتاعه الجديد ديودرنت، برضو هحطها الصورة على السكرين قدامكم. وفي طبعا حاجات كتير قوي قوي هي كان الافكت بتاعها حلو، بس هي طبعا انا مش هقولها عشان هي مقاطعة.
زي فيشي، وزي مش فاكرة الصراحة عشان مفتيش بزلاين مقاطعة ولا لا، ولكن برضو في حاجات كتير قوي كانت حلوة، بس هي طبعا مقاطعة، انا مش هقول عليها. وفي كمان من بوبانا، اللي هي دي برضو، دي الصراحة انا مجربتهاش، بس كنت اسمع انها افكت حلو. بس الصراحة انا يعني زي ما قلت لكم انا ما جبتهاش، هي ما اعرفش مثلا افكت هي هل هي حلوة مثلا كريحة وكافكت وكده، فانا صراحة ما جربتهاش. طبعا في برضو حاجات حلوة زي دراكون اللي هي دي، وفي من درماتيك اللي هي دي برضو. دول برضو كلهم افكت بتاعهم حلو، مش بيغمق، مش بيعمل اي اسمرار. وطبعا احنا لازم نختار الديودرنت على اساس حاجات كتير قوي. حاسه ان احنا مثلا بنحب الريحه دي ولا لا، يعني زي مثلا حاجات ستارفل. طبعا ستارفل منزل كذا ريحه، روايح كتير قوي، فيه بالفراوله، فيه بالنعناع، في بالتوت تقريبا. وكل دول طبعا انتوا لازم الاول تنقوا هل انتوا مثلا بتحبوا الريحه دي، عندكم مثلا حساسيه، في ناس عندها حساسيه مثلا من فراوله او من توت نعناع، اي حاجه يعني من دي، لازم تنقوا على ده يعني. طبعا لازم ان انتوا تجيبوا حاجه طبيه زي ما قلنا، اللي هي ما تغمقش، ما تعملش اي التهابات، عشان طبعا بيكون صعب شويه تتعالج الحاجات دي، تتعالج بس بتاخد وقت طويل قوي عقبال يعني ما الاسمرار ده يروح. ولازم بقى نصيحة مهمة جدا، ان احنا لازم نستخدم من الاندر ارم بروتين، زي غسول، زي مرطب، زي كريم تفتيح مثلا لو انتوا عايزين اي تفتيح او كده، والديودرنت. ولكن في ملحوظة كده ان احنا لازم نعملها بجد، لازم ان احنا واحنا مثلا بناخد الشاور وكده، ما نجيبش الشاور جيل او الشاور كريم على الاندر ارم خالص، عشان ما يحصلش اي التهابات او اي اسمرار او الكلام ده. وقبل ما ننام لازم ان احنا نشيل اي ديودرنت من على جلدنا، عشان برضو يعني ان شاء الله في يعني لما يجي تاني يوم، لو انتوا عايزين تحطوه من اول اليوم عادي، ولكن بالليل قبل ما تناموا لازم تشيلوا الديودرنت قبل ما تناموا خالص، وتخلوا جلدكم نظيف جدا. وكده يكون الفيديو خلص، واتمنى انتوا تكونوا استفدتوا، واللي انتوا لازم يعني زي ما انا قلت في الفيديو ان انتوا تجيبوا الديودرنت حاجه كويسه. ومش لازم كمان مثلا الديودرنت الحلوة تكون غالية قوي، في عادي في بجد في سعرهم حلو، زي مثلا ايفا وستارفل ودراكون، احيانا بينزل منهم عروض كتير قوي، فبيكون سعرهم كويس. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى تكونوا انتوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.